حبايبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنبدأ النهاردة نعمل مع بعض صينية كوسة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك اي مجهود ولا اي تعب، وهنعملها من غير لا فراخ ولا لحمة، وهتلاقي طعمها في حتة تانية خالص. طعمها بجد حكاية. اول حاجة، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل متابعة ولايك ومشاركة للفيديو. نسمي الله ونصلي بينا على سيدنا النبي ونبدأ مع بعض. صينية وفيها معلقة سمنة او حبة زيت، عليها بصلاية كبيرة طرنشات او بصلتين وسط، وقرنين فلفل برضو طرنشات. اول حاجة احنا شوحنا البصل لغاية ما دبل معانا ورحنا نازلين عليه بالفلفل. هتبقي غاسلة الكوسة ومقطعاها طرنشات او الحجم اللي انت بتحبيه او الشكل اللي انت بتحبيه. اهم حاجة الكوسة بتحتاج ان هي تتغسل كويس عشان بيبقى فيها حبوب رملية بسيطة كده. نزلنا بحبة فلفل اسمر وحبة كمون على البصل كده قبل اي حاجة، بتودي الطعم والريحة في حتة تانية. ونروح نازلين عليها بالكوسة بعد ما قطعناها، وتسيب الكوسة شوية على النار تبدأ تنزل مية حاجة بسيطة. على ما الكوسة تتعمل هنعمل نص دورق طماطم، تعصريه وتروحي نازلة بالطماطم على طول اول ما تعصريها، بس لون الكوسة بيتغير معاكي. وطبعا حط الملح على حسب الرغبة، اظبطي ملحك مع بعض بقى واظبطي الدنيا. وهنروح نازلين بالطماطم اللي احنا عصرنا. نزلت بالطماطم قلبيها كويس يا دوبك تبدأ تشكشك معاكي كده، وتروحي نازلة عليها بالشوربة اللي عندك. واظبطي ما تخليش ما شربتها كتير عشان ما تبقاش عاملة زي المعمولة في فص الثوم. دي صينية كوسة مش كوسة مطبوخة في الحل. وعملنا معاها جنبها شوية رز بشعرية وجنبها حبة مخلل. حقيقي جميلة قوي قوي قوي، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.